عامله اللحمه ازاي، مشوحه اللحمه في مستكه وسمنه بلدي، وبعد كده حطيت عليها طماطميه، جزرايه، بصلايه، ورق لورا، حبهان، وطبعا كنا حاطين مستكه، وبعد كده حاطين عليها الميه السخنه. غليت وخلصت خلاص اللحمه سواها، باخد وش الشوربه كلها وبحطها على الطماطم بتاعتي عشان تاخد من طعم اللحمه. خلاص السبانخ هنا تقريبا كان فاضل لها حاجه بسيطه واطفي عليها، بحط عليها كل كميه اللحمه بتاعتي وبسيبها تغلي مع السبانخ عشان الاتنين ياخدوا من طعم بعض. كانت احلى سبانخ اتعملت بجد، كانت روعه جدا وتحفه جدا جدا. واتمنى ان انتوا تجربوا وصفتي وان شاء الله تعجبكم. ولو اي حد فيكم بيعمل السبانخ بطريقه تانية يا ريت يقول لنا، لان في ناس بتعمل الخضار بصفه عامه من غير توم. انا بعمل الخضار ببصل وتوم الاتنين مع بعض. مين بيعمل زيي ومين مش بيعمل زيي؟ يلا قولي بتعملوا ايه. جينا بقى لاهم خطوه، انا خلاص خلصت السبانخ وطفيت عليها احطها على جنب. انا السبانخ بعملها